السلام عليكم. كي دايرين؟ تحية لكم وتحية لخوتنا وحبابنا متتبعين هذه القناة. سعيد بلقائكم في هذه الحلقة من حلقات قناة التحليل الرياضي، التحليل الكروي. حنا في هذه القناة هذه كنديرو التحليل الكروي بصفة عامة. إذن أهلا بكم. قبل ما نبدا هذا الموضوع هذا غادي نصليو على رسول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وغادي نتكلموا على موضوع ديال عودة المنتخب المغربي من المونديال ديال 2026 بأمريكا، والاستقبال الجماهيري اللي كان باهت، استقبال ما كيليقش بالمنتخب بهذه العبارة بسبب المباراة الأخيرة مع فرنسا. ولكن قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل، ولكن خاصنا نخدمو، ماشي قدر الله ما شاء فعل ونعسو. عسى على الله نزكيو هاد الإنجازات الكروية اللي درنا مؤخرا، وفزنا بعدة ألقاب، منها نصف نهاية كأس العالم، كأس العالم للشباب أقل من 17 عام، وكأس العرب. وصلنا لمراحل متقدمة في شي بطولات، ولكن هاد البطولات كأس العالم 2026 كنا ندوزو لمرحلة الربع لولا التهاون في ديك المباراة. الله أعلم شنو وقع. إذن شوفوا في البداية وصول المنتخب لأرض الوطن. إذن كما كتشوفوا جميع، ما كاينش داك الاستقبال اللي كان في 2022 في اللي كان في مونديال قطر. كان استقبال عادي، ما كاينش احتفال رسمي لا والو، جايين عاديين بحال اللي مدوزين لا فاكونس وصافي. هما دوزو كارير مزيان، ولكن داك الكارير ما كاملش. المغاربه مازال ما تهضملهمش ديك الفرنسي، الشمته ديال الفرنساويين وديك الطريقه اللي لعبنا بها معاهم، وهي اللي خلات المغاربه انهم محبطين. وكاين اللي بسبب ديك المباراه جاتو سكته قلبيه، الله يستر، وكاين اللي العصبيه الزائده. كاين بشي مقاطع ديال الفيديوهات وصل بهم المغاربه درجه الجنون، وما صدقوش بان المغرب يخرج بديك الطريقه. هذا كيدل على حب الوطن ديالهم كثير. الا جينا نشوفوا بالمقارنه، ولكن الا جينا نشوفوا بالمقارنه مع المنتخبات العربيه، خصوصا مصر، اللي خرج من التومون وربح مباراة واحدة، داروا ليهم استقبال كبير وفرح بهم الشعب المصري. وحسام حسن الدبانة، انا كنعيط له الدبانة او الناموسة، حتى هو تهلاو فيه بالصالير وجدوا له العقد ديالو مع المنتخب. واللي غادني واللي ما عليناش، انا اللي عجبني في المنتخب واللي غادني وغاد جميع المغاربه هو الخروج بديك اسلوب اللعب باهت. واللي فرحنا هو ان المنتخب ما بقاش كيلعب فقط على الدور الاول والثاني، ولا كيطمح لادوار متقدمه. وحتى الجماهير ولات باغا اللقب، بعد شي جماهير بغات باغا اللقب، وصلت باغيه المباراه الاخيره واللقب. وإلا جينا نشوفوا غير المنتخب النرويجي باللعابه ديالو الكبار وهالاند اللي قدموا بطوله استثنائيه، استقبلوهم وقالوا بانه انجاز تاريخي. هنا كيبان بان المنتخب صار من الكبار البطوله. منذ بطولة كأس العالم 2018 المنتخب المغربي في تصاعد
وهذا الشيء اللي خلى بعض الناس كتقول بأن المنتخب وصل للربع النهائي راه إنجاز مزيان. أي راه إنجاز مزيان، ولكن حنا ما تجيش معانا بالقيمة التسويقية والكروية ديال المغرب مؤخرا، والقيمة ديال اللعابة اللي عندنا، الأسهم ديالهم طالعين. ما تجيش معانا الربع. مازال المنتخب المصري تجي معاه، لأنه أول مرة كيوصل للثمن، ولا النرويج كذلك. هادو منتخبات ما عمرها وصلت لهاد المرحلة، حتى إلى ما عمرهم وصلوا لهاد المرحلة. حتى إلى استقبلوهم تجي معاهم، لأنه إنجاز جديد عليهم. حنا ما غاديش نتقارنوا مع مصر والأردن. حنا المنتخب خاصو يتقارن بالأرجنتين والبرازيل وفرنسا، ماشي مع المنتخبات الصغيرة. إذا هنا كنجمع بأن المنتخب كان بإمكانه أنه يوصل للنهاية، نظرا لأن اللاعبين كلهم مزيانين طب، إلا بعض اللاعبين كانوا ناقصين. إلا بعض اللاعبين اللي كانوا ناقصين في المباراة كدياز وبوعدي، باستثناء مقابلة البرازيل اللي كان بوعدي جرى المقابلة رائعة، لكن تراجع في باقي المباريات. ماشي غير هو، ولكن العديد من اللاعبين. هذا خلى هذا اللي خلاه ما عرفتش واش اللياقة البدنية ولا كاين شي امور ما واضحاش لينا، كاينه في الخفاء، خصوصا في ديك المباراة الأخيرة اللي كانت اللياقة البدنية ديالهم ناقصة، نظرا ما عرفتش، كاين شي امور مخفية. عندنا معدات بدنيين قويين وجيدين، عندنا بزاف، عندنا طاقم جيد، لكن ما يمكنش تكون اللياقة البدنية طايحة بديك الطريقة. حنا ما غندخلوش في الامور التحليلي ديال المباراة، ولكن حنا كنحلوا غير دابا وصول المنتخب وردة فعل المغاربة. اذا نتمنى نداركو في المونديال ديال 2030، ولما لا ان شاء الله نوصلوا للنهاية ونفوزوا باللقب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودوزوا على خير.